أهلا بيكم في مات في عيني على فوكلور، حكايات تعيشنا في عالم الخيال والتشويق. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد معانا. بتبدأ الحكاية مع سلمى، بنت بسيطة ملامحها هادية، بتحب الحياة وبتحب الناس. كل اللي كانت محتاجاه صدق وأمان وتقدير من الشخص اللي ناوية ترتبط بيه. قابلت كريم في وقت كانت محتاجة فيه لحد يسمعها، كان دايما بيظهر لها في اللحظة المناسبة وبالكلام الصح اللي يريحها ويحسسها بالأمان. ضحكته كانت دايما بتطمنها، وصوته كان بينسيها أي حزن، وكان دايما بيقول لها هفضل طول حياتي سندك وظهرك اللي تستخبي فيه من الأيام الصعبة وحمايتك من أي خطر. مرت الأيام وتقدم لها كريم، وكان يوم خطوبتهم جميل مليان فرحة ووعود كتير في عينه ليها. سلمى كانت بتحلم باليوم اللي هتلبس فيه الفستان الأبيض، وصوته المأذون وهو بيقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. لكن بعد كام شهر من الخطوبة بدأ كل شيء يتغير. بدأ يغيب عنها كريم، يرد عليها متأخر، ودايما كان على لسانه 3 كلمات: مشغول، تعبان، نتكلم بعدين. وفي مرة كلمته وقالت له كريم أنا حاسة إنك بقيت بعيدة عني، أنت مش كريم اللي أنا أعرفه. كريم قال لها مفيش أي حاجة اتغيرت، أنت بس اللي مركزة معايا قوي الفترة دي، حاولي تركزي في نفسك شوية، زي ما بتركزي معايا بزيادة قوي كده. قلبها طبعا وجعها وحست إنها انكسرت من كلامه. بطل يقول لها أي حاجة عن نفسه تاني، حتى تليفونه كان بيخبيه عنها، وبطل يقول لها أي حاجة عنه. وفي يوم راحت تزوره في الشغل، لقيته مش موجود. سألت عليه أمن الشركة، قال لها إن هو في الكافيه اللي جنب الشركة. راحت سلمى ولقت كريم قاعد مع بنت تانية في نفس المكان اللي كانوا بيقعدوا هما الاتنين فيه سوا مع بعض. بنفس ضحكته ليها كان بيضحكها للبنت. خرجت من المكان من غير ما تتكلم ولا كلمة، والزمن وقف عندها في اللحظة دي. خرجت من المكان في صمت ورجعت لبيتها تعيط، ودخلت في حضن والدتها وحكت لأهلها على كل اللي شافته. والدها استدعى كريم واداله دبلة الخطوبة، واتفسخت خطوبة سلمى وكريم على بعض. وسلمى قررت تغير حياتها وتنسى كريم تماما وتشيله من قلبها، وبدأت فعلا حياتها. مبقتش تفكر غير إنها تشتغل وتبني نفسها، وفعلا اشتغلت وبنت نفسها ومستقبلها، وبقت تنجح وتعلى. وكريم اتنسى من حياتها تماما ومن قلبها، وقتلته جواها، واشتغلت على نفسها أكتر وأكتر، وبقى كل تركيزها في شغلها وفي حب عيلتها وبس. وفاقت من الحب الزائف اللي كانت بتحس بيه تجاه كريم. وبعد فترة اتقدم لها شخص تاني اسمه خالد، واتخطبوا، وطلع فعلا راجل محترم وقدرها واحترمها في غيابها قبل حضورها. وفي يوم كانت بتبعت لأصحابها على الواتس إن فرحها خلاص قرب والشهر الجاي هيتم الفرح. لقت رسالة جات لها من رقم كريم بيقول لها سامحيني يا سلمى، انتي أحلى حاجة في حياتي، أرجوك ارجعيلي، أنا ضايع من غيرك وغيابك أثر فيا، أرجوكي انسي كل اللي فات وارجعيلي وافسحي خطوبتك على الشخص اللي انتي مخطوبة له دلوقتي، أرجوكي يا سلمى. سلمى ردت على رسالته بثبات وقالت له كريم انت مت في عيني وفي قلبي، أنا فرحي الشهر الجاي، ولو سمحت ما تحاولش تتواصل معايا مرة تانية، أنا اتكتب كتابي أصلا وبقيت في عصمة راجل محترم وبيقدر الست كويس وبيحترم الإنسان اللي في حياته، ولو سمحت انساني وانسى أي حاجة كانت بينا.
وسلمى عملت بلوك لكريم، وانتهى كريم من حياتها. وكريم فضل يتعذب طول عمره إنه ضيع إنسانة زي دي من إيده، كانت بتحبه بإخلاص وبعد كده كرهته. الثقة اللي بتموت ما بترجعش، والندم بعد الخيانة ما ينفعش، واللي بيخسر الشخص المخلص بيفوق متأخر. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولايكات وكومنتات جميلة منكم. معاكم غادة فويس.